يا جماعة بتيجي لحظة كده تحس إن صوت الرعد ده مش طبيعي. لأ، ده زمان في فنلندا كان ليه تفسير تاني خالص. تخيل كده، ناس زمان كانوا مقتنعين إن الرعد مش ظاهرة طبيعية، لأ، ده في إله فوق السحاب ماسك مطرقة شبه مطرقة شخصية الثور في أفلام مارفل وبيخبط بيها. والمضحك إن التفسير ده كان مقنع جدا لدرجة إن كل ما كان الرعد ينزل كانوا بيقولوا الإله اللي عمل كده. وطبعا بما إن دلوقتي كل الناس بتتكلم عن مشهد الثور الجديد اللي ملوش أي علاقة بالواقع، فخدوا عندكم الأسطورة الفنلندية كانت موجودة قبله بقرون. تخيل نفسك ماشي في غابة في فنلندا والدنيا هادية وفجأة السما تفتح والرعد ينزل فوق دماغك. يا ترى هتفتكر العلم ولا هتفتكر المطرقة الأسطورية؟ قولولي بصراحة، لو كنتوا عايشين زمان كنتوا هتصدقوا الحكاية دي ولا هتشوفوها هزار زي أي هزار منتشر على السوشيال ميديا؟ بس مهما كان الأسطورة دي بتقول قد إيه الإنسان كان بيحاول يفهم العالم بطريقته، وكل حكاية قديمة وراها عقلية ووراها خوف ووراها خيال أكبر من أفلام مارفل نفسها. ولو حبيتوا الجو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا، علشان اللي جاي قصص أغرب بكتير من القصص دي. ومستنيكوا في الحلقة اللي جاية. سلام.